مساء الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. خلاص سنة 2023 في آخر أيامها وداخلين على سنة جديدة، ويا رب تكون سنة حلوة وجميلة على مستوى الحياة والسينما، ونفضل مكملين في اليوتيوب. النهاردة هقدم لكم قائمتي الشخصية لأفضل 10 أفلام شفتها في السنة. مش محتاج إني أقول لحضراتكم إنها قائمة شخصية، واختيار الأفلام وترتيبها مبني على الأثر اللي قدر يسيبه فيا، ممكن كمان تجربة مشاهدته كنت مبسوط فيها جدا. لكن خليني الأول أقدم لكم 5 أفلام في القائمة الشرفية، لأنها أفلام عجبتني بس للأسف ملهاش مكان في العشرة. والأفلام دي هي ذا فلاش، شماريخ، باربي، وش في وش، Guardians of the Galaxy Volume 3. اما بالنسبه للعشرة الاساسيين هم المركز العاشر فيلم ذا كيلر، احدث افلام المخرج ديفيد فينشر اللي كان فيه اختلاف في الاراء عليه لكنه عجبني وشايف انه ممكن يتقدر مع الوقت. المركز التاسع فيلم باست لايفز، تجربه كوريه ودراميه من اجمل ما يمكن، وفي لحظات هاديه وجميله وبيقدم برضه رسائل مهمه عن الحياه. المركز الثامن فيلم Leave the World Behind، من الافلام اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي واتصدمت من المستوى بتاعه، ومليان بالاسقاطات والرمزيات والرسائل المهمه. المركز السابع فيلم ذا هولد اوفرز، برضه من مفاجآت السنه، وفيلم تجربه مشاهدته كانت جميله جدا وبيعلمنا اننا ما نحكمش على الانسان من بره غير لما نعرف هو مين الاول. المركز السادس فيلم اناتومي اوف ا فول، فيلم درامي مهم جدا وفيه اداءات تمثيليه من اروع ما يمكن، وهي قصه تستحق المشاهده. المركز الخامس فيلم ميشن امبوسيبل ديد ريكنينج بارت 1، هو افضل فيلم اكشن في السنه. توم كروز بيثبت كل مره انه شايل السينما في الوقت الحالي، ولسه بيقدم مشاهد عظيمه رغم ان فيها خطر على حياته، بس هو قدها. مبسوط جدا بالفيلم ده والسلسله بشكل عام، ومنتظر جدا الجزء الجاي. المركز الرابع فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، فيلم اقل جمله يتوصف بيها انه تجربه مجنونه، من اول القصه اللي قدمت المالتي فيرس بشكل رائع لغايه الانيميشن، لاننا لو نفتكر الجزء الاول كان فتح مدرسه جديده في الانيميشن. الجزء ده بقى بيجي يكمل عليها، كميه فريمات وجرافيكس من اعظم ما يمكن، وكتابه الشخصيات ومعاناه كل واحد فيهم. حقيقي ده نوع الانيميشن اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه. المركز الثالث فيلم ماي ديسمبر، تقريبا الفيلم لغايه ما نزل ما كنتش مستنيه، والحمد لله ان توقعاتي كانت منخفضه علشان اتفاجئ بالمستوى الرائع ده. فيلم لازم يتشاف. المركز الثاني فيلم اوبنهايمر، احدث افلام المخرج الرائع كريستوفر نولان، واللي بيحكي عن العالم روبرت اوبنهايمر ودوره المهم في اختراع القنبله النوويه. انا من يوم ما خرجت من السينما لغايه دلوقتي وانا بفكر فيه. فيلم عظيم من ناحيه السيناريو والحوار، ويكفي طريقه السرد العظيمه اللي استخدمها نولان لغايه التمثيل الايقوني من كيليان ميرفي. روبرت داوني جونيور كمان كان رائع، ده غير المشاهد الحواريه ومشهد النهايه اللي لغايه دلوقتي بفكر فيه، مع الموسيقى التصويريه اللي هي افضل موسيقى السنه دي. الفيلم ده هو فيلم سينما بجد، يرجعنا لايام التسعينات لما كان فيه افلام عظيمه ولسه هنعرف قيمته اكتر، وحقيقي هو من اعظم افلام السير الذاتيه اللي انا شفتها. اما بالنسبه للمركز الاول وافضل فيلم في السنه بالنسبه لي هيكون فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون. احنا محظوظين اننا لسه في عصر فيه مخرج عظيم زي مارتن سكورسيزي بيشتغل على رجله، وفي سنه 2023 بيقدم فيلم درامي عظيم جدا، وقصته ما كنتش اعرف عنها حاجه، لكن لما خلصت الفيلم قلت هو ايه اللي انا شفته ده. قصه قدمت لنا جرايم بشعه وعالم قبيله الاويسيج وسرد سكورسيزي الرائع، اداء تمثيلي رائع من ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو رغم انه ممثل عظيم من زمان، بس في الفيلم ده شفنا جانب متميز منه. ليلي جلادستون اكتشاف رائع. حقيقي هو اعظم فيلم في السنه، واللي بيخلي السنه دي ليها قيمه سينمائيه هتكون بسبب الفيلم ده وفيلم اوبنهايمر. شكرا جدا ليكم وكل سنه وحضراتكم طيبين.